أنا قصي عبد الجبار عازف الكمان. أتشرف أني عملت مع ولا زلت مع الأستاذ كاظم الساهر لمدة 35 سنة ابتداء، يعني من بدينا. وربي الله يوفق الإنسان هذا، وربي يحفظه لأهله وأولاده ولفرقته. القيصر كاظم الساهر علامة فارقة في تاريخ الموسيقى العراقية والعربية. دائما متألق مبدع، وإن شاء الله دائما تستمر على هذا الإبداع. أنا كنا يعني من الثمانينات احنا أصدقاء أيام الإذاعة والتلفزيون، وما زلنا مستمرين، نتمنى له المزيد من العطاء والتقدم. مهند محمد كورس، والفنان كاظم الساهر اللي هو يكون عمي. أتمنى كل التوفيق والنجاح للفنان كاظم الساهر. قيصر الأغنية العربية، ورجل صاحب مواقف ويا الكل، وخاصة ويا فرقته. بدي أقول له إنه هو إنسان ما بيتكرر. صار لي معاه 30 سنة. أتمنى إنه يستمر على هذا المنوال وهذا العطاء الجيد. نتمنى له عام سعيد جديد مليء بالإبداعات. أنا مع الفنان كاظم الساهر من زمن بعيد، أكثر من ربع قرن في الفرقة متواجد. ونهني على الألبوم الرائع الأخير اللي عمله. تحياتي ومحبتي، شكرا جزيلا. أنا قصي عبد الجبار عازف الكمان. أتشرف أني عملت مع ولا زلت مع الأستاذ كاظم الساهر لمدة 35 سنة ابتداء، يعني من بدينا. وربي الله يوفق الإنسان هذا، وربي يحفظه لأهله وأولاده ولفرقته. القيصر كاظم الساهر علامة فارقة في تاريخ الموسيقى العراقية والعربية. دائما متألق مبدع، وإن شاء الله دائما تستمر على هذا الإبداع. أنا كنا يعني من الثمانينات احنا أصدقاء أيام الإذاعة والتلفزيون، وما زلنا مستمرين، نتمنى له المزيد من العطاء والتقدم. مهند محمد كورس، والفنان كاظم الساهر اللي هو يكون عمي. أتمنى كل التوفيق والنجاح للفنان كاظم الساهر. قيصر الأغنية العربية، ورجل صاحب مواقف ويا الكل، وخاصة ويا فرقته. بدي أقول له إنه هو إنسان ما بيتكرر. صار لي معاه 30 سنة. أتمنى إنه يستمر على هذا المنوال وهذا العطاء الجيد. نتمنى له عام سعيد جديد مليء بالإبداعات. أنا مع الفنان كاظم الساهر من زمن بعيد، أكثر من ربع قرن في الفرقة متواجد. ونهني على الألبوم الرائع الأخير اللي عمله. تحياتي ومحبتي، شكرا جزيلا.